صباح الخير، صباح النور عليكم. شنو كتعودوا؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير يا ربي. بغيت قبل ما نبدا الفيديو نشكركم كاملين، كاع اللي دعاو ليا مع بناتي الله يخليكم، شكرا بزاف. واللي دخلوا عندي البريفي وعطاوني وصفات على قبل الحساسيه، شكرا بزاف الله يخطيكم. تقريبا اللي فهمت من لي كومونتير ديالكم والناس اللي هضروا معايا ان كاع الوليدات تقريبا ملي تيكونوا صغار اغلبيه تيدوزوا من هذه الحساسيه. حتى الطبيب كان قال لي راه كاين وليدات اللي ممكن يوصلوا 5 سنين وتفوتهم، يعني ايلا تقدر دير 5 سنين ما تبقاش فيها، كاين اللي يقدروا يديروا 8 سنين وتفوتهم. فالحمد لله، يعني قال لك يعني ماشي كل شيء كتبقى فيه هذه الحساسيه. الله يحفظهم يا ربي والله يشافيهم والله يخطيكم عليا، شكرا بزاف بزاف. المهم هنايا فقط بديت نهاري بحال كل نهار مع بناتي. اول حاجه راني نط وجدت لهم غداهم وفطورهم، داكشي كامل الفطور اللي غياكلوا في الدار واللي غياخدوا معاهم ضروري ضروري انا كنعطيهم ياكلوا في الدار. وسورتو دابا كاع مع الدواء خلاص ضروري تنعطيهم ياكلوا. الحليب اللي ما بقيتش كنديروا لهم في الصباح حيت كي ما كيقدروش عليه. ومن بعد ما مشاو البنات للمدرسه فطرنا حتى حنايا وجمعت الطبله جمعت الدار بيتي بيتهم، داكشي الاساسيات ديال الصباح. ولبسنا وهبطنا باش نمشيو نقلبوا ليهم على الجهاز اللي كيجر الرطوبه باش نديروا لهم في لا شومبر ديالهم. يعني قال لنا الطبيب ضروري تشريوه، غادي تعاونهم بزاف حيت حنايا على البحر، قال لنا يعني ضروري غادي ينفعهم. صافي نزلنا كنا قلبنا عليه اونلاين ما لقيناش، قالوا لنا الناس يقدر يكونوا في مرجان الكترو بلانيت بغيكوما شي بلايص بحال هكا، فقلنا غادي نسبقوا مرجان هو الاول. جينا ما لقيناش وحنا كنا دايرين حساب هادشي، داكشي علاش مشينا مرجان الحي الحسني حداه لاصقه معاه كاينه الكترو بلانيت. المهم نزلنا كنا باغيين ناخذ غير الحليب البنات، صدقنا مقادين شحال من حاجه خاصنا. خديت حتى الخضره الكسكسو باش نديرو غدا ان شاء الله. احمد هنايا راه فطار بالفرحه، لقى بطه ولقى حتى الارنب حتى هوايا، وما يمكنش يضيع هاد الفرصه. طبعا حنا كان مره كيمشي كياخذ البط من السوق ديال القريعه، ملي لقاها واجده راه فرح، واخا الثمن شويه راه زايد 129 درهم بطه، وهاد الارانب 121 درهم. صافي من بعد تقدينا داكشي اللي خاص، نزلنا خلينا الطوموبيل في مرجان، دزنا الالكترو بلانيت سولناهم، لقينا ان اصغر واحد هو هذا. ما عقلتش فيه 12 لتر وقيله 12 ولا 16، 12 جو بونس، راه هي 12 مكتوبه هنا. الدري تيشرح لينا قال لنا راه جوج في واحد كيمص الرطوبه وفي نفس الوقت كينقي الجو، وكانت فيه برومو خديناه 1600 وشي حاجه و90، يعني تقريبا 1700 درهم. ولكن شي حاجه اللي كانت ضروريه خاصني ناخذوها، ما يعني ما كانش ليها حل. وكاين تبارك الله اللي كيجر حتى 50 ايطرو حتى اغلى واحد عندهم داير 3700 درهم اللي تحطوه يجر لكم الرطوبه ديال الدار كامله. كنعطيكم الاسعار وافكار باش الا زعما شي واحد محتاج وعنده نفس المشكله تاخذوا فكره وصافي. ها هو جبنا هذا دخلناه لبيت البنات ديريكتومون، نحلوه نخليوه. شحال قال لنا احمد؟ ساعه وسميتو بلاكار اللي كنت دايره اليوم انا هنايا راني حيدته. بلاكار اللي كنت دايره اليوم هنا راه حيدته، ان شاء الله تندير لهم بلاصتو شي بيرو. هذا اللي خدينا قال لنا جوج في واحد، مكتوبه فيه جوج في واحد، كيجر الرطوبه كينظف سميتو كينقي الجو. مسألة تنقية الجو دي يعني دي في الأماكن اللي فيها نسبة تلوث كبيرة. اللي فيها نسبة تلوث. نحن عندنا هذا الجو نقي واحد. بصح فنتمنى هذا يفيدنا، حيت موضوع الحساسية أنا برزتني بزاف وماشي سهل، حيت كنشوف أحمد كيعاني من هادشي بزاف. المفروض هذا غادي يلعب دور كبير حيت هو غيمص لنا الرطوبة كاملة. لا مش هيلعب، ده هيشفط الرطوبة. مش هيلعب؟ انت قلتي لي هيلعب دور كبير. هيشفط. المهم انا راه مني ديت البنات عند الطبيب من وراها جاني واحد دور برد خايب، شديت الارض حيد لهم احمد غير شدي الصندوق وانا نشد حيد لهم احمد غير هاد البلاكار والنونوسات الكبار وداكشي، وهادي راه باقا ما خويتهاش. يلا دابا غادا نقاد لهم بيتهم. هادوك الصبابط اللي تما راه باقي كاع ما تلبسوا راه نقيين. يلا غنقاد لهم بيتهم. عرفتي كنت شاده الفراش يومين. ها هو هذا قال لك تخليه ساعه ياك البريز ديالو لداخل. نايا بلاتي كنصور بلاتي دقيقه. ها هو شوفوا كيفاش داير. شوفي عايله فيه بيبي، شفتي فيه بيبي تتقول لي السلام شو كتسلم عليه. كيف ياكل ولا حاجه؟
هنا فين كيجر شحال قال 16 ايطرو كيجر. هذا تيجر 16 ايطرو في 24 ساعه، فهذا قال لنا هو اللي غيكون كافي لا شومبر. كاين واحد راه كبير كيجر 50 ايطرو، هذاك كيدار الدار كامله. حنا بغينا نجيبو غير البنات. الاخر هذاك الكبير داير شي 3700 درهم كيجر الدار كامله. مش هنقدر نحط دلوقتي البريز غير بعد ساعه. ولكن ديرو يشد بلاصتو، انت حطو هنايا. شو هادشي مراون. خاصني دابا نوض نتوقد لهاد البيت نقادو ليهم. كنتلقاو نجفو. ديرو يشد بلاصتو تما. حيد هادشي من هنا. شوفوا بناتي هما دايرين. سمعتي يا احمد؟ حطو هنا يشد بلاصتو صافي، من بعد ساعه خدموا ليهم. هاي لولي. ايلا مشات تصورات ولا اجي هنا باش يشوفوك؟ واجي هنا باش يشوفوك. شنو مشيتي؟ كيفاش تصورتي؟ وريهم كيفاش تصورتي، كيفاش جلستي وتصورتي. ما توريهمش؟ توريهم المجوهرات ديالك. بلاتي عايله خلي بابا يحط هذا. توريهم المجوهرات ديالك. ها هو صافي غيبقى هنا ديال بلايصتو حدا البريز. هاد التيو ديالها احمد. ده تيجي بتركب فيه لو انت في جردة ولا حاجه يطلع. قال لي لا بغيتي تركبي تيو خويا ما ديريكتومون. قلت لا راه غيكون في بيت البنات. انت كل يوم لازم تدخل معنا. لا ايلا لا كل نهار 24 ساعه نخوي الماء. 24 ساعه نخوي الماء. هذا غيخبي ما غاديش نحتاجوه حنايا. صافي هادشي اللي كاين. ان شاء الله الله يشافيهم يا ربي. وشكرا بزاف للبنات اللي برافو على بنتي. كتخشيفي من نيتها صافي ماشي مشكل. برافو. شكون كيعاون بابا وماما؟ شكون مركزه زعما ما كتجاوبنيش. صافي ما بقى والو. تبيزو ببوش هادي. شكرا بزاف البنات اللي دخلوا عندي الانستغرام وعطاوني وصفات على قبل الدريات، على قبل صدرهم والحساسيه. الله يخطيكم. شكرا بزاف. ديما ما كتبخلوش عليا فيما كنحتاج شي حاجه كنلقاكم عندي. الله يخطيكم. وشكرا للدعوه ديالكم مع البنات. والله يشافي الجميع يا ربي. امين اللهم امين. من بعد ما ساليت الشغل كاملين وساليت بيت البنات جمعتو ليهم، مسحت ليهم الغبره وداكشي كامل. راه قلت لكم ملي كنت ديتو مع الطبيب كنت مرض خايبه، ضربني البرد يومين وانا شاده الفراش. يعني اليوم صافي قادت البيت مزيان. وديجا انا لاسبيراتور كندوز عليهم كل نهار على الزربيه وعلى الارض كنحيد لهم الغبره. ما يمكنش نحيد الزربيه نخليهم على الضص هما بيتهم كيلعبوا فيه، خاصني تنجيب البديل ضروري. يعني كنحاول نحيد الغبره كل شويه كندور نمسح. صراحه ولات عندي بحال شي فوبيا دابا، ولا عندي واحد ما عرفت كيفاش نشرح لكم يعني. ولا عندي هوس خاصني كل شويه نمشي نطلع البيت نمسح. الله يحفظهم الله يحفظ وليداتكم يا ربي. اللي دار شي واحد في وليداته. دزت نصاوب واحد الكيكه كنت صاوبتها هذيك المره وجات زوينه. الفيديو اللي فات راه كنت وريتها لكم كنت مصاوبها، جات بنينه بزاف. وقلت غدا غنمشي ان شاء الله عند ماما ندوزو معاها السبت في العشيه. قلت نصاوبها دابا والصباح نفيق ندير غير بغرير وصافي. المهم هاد الكيكه راه كدار في المول العجيب كتجي واعره. 2 بيضات فاني مليحه وكاس لاروب ديال السكر. خلطت مزيان وزدت كاس لاروب ديال الزيت. صافي عاود تخلط وزدت كاس ديال الحليب. صافي من بعد كتزيدوا الدقيق على حساب نتوما. الخليط ديال الكيك راه يعني ما عنديش عبار محدد.
وجوج خمارات. انا كان عندي خماره وجوج نصاص، المهم قضيت بهم الغرض. ودرت جوج خمارات جوج ساشيات الكاكاو. عندكم كاكاو الخام ديرو، عندكم الساشي ديرو. صافي تخلطوها مزيان وكتدخلوها للفران. شوفوا راها دغيا كطيب دغيا، يعني ماشي بحال ملي كديروها في المول العادي. هاد المول راه اصلا ما كيلصقش، ولكن انا دهنته بالزبده باش واحد ما يثيق حتى شي حاجه. المول هو ما نثيقش فيه انا هو في العادي ما تيلصقش، ولكن كندهنه بالزبده باش نبقى مرتاحه. صافي ودخلتها للفران. كندير انايا عندي هذاك اللي فيه الفرفاره ديال اللي كيطيب به الكيك. صافي 180 درجه دغيا طابت وخرجتها. راه كتجي بنينه بزاف. غادا نسقيها انايا بالحليب، عرفتي كتجي هشيشه. هانتوما شوفوا دغيا غادا تنزل ليا من المول. صراحه هاد لي مول هادو اللي كيجيبوا بيم زوينين بزاف، ماشي غير بيم، يعني كيجي تلقاوهم حتى عند موالين المواعن. مي زوينين. عرفتي انا جربت شحال من وصفه ديال هاد المول العجيب، وصراحه ما كيصدقوش ليا. سورتو الكيك تيجي مدقاس، كيجي في شكل، يعني المقادير ما كتكونش مضبوطه تاع الكيك ديال هاد المول. هاد المقادير صدقت ليا زوينه بزاف. هنا راه جبت نص كاس الحليبه، ويلي على نص سيطره، نص كاس الحليب تنسقي بيه. المهم حاولوا تسقيو هادوك الجناب ديال الكيك مزيان. شو انا راه شاد معايا الضد، كندير الجناب كيهبط ليا الوسط. صافي كتجي هشيشه بزاف بزاف. دزت باش نصاوب الكريمه جوج كيسان ديال الحليب، معاهم 3 المعالق ديال النشا اولا ديال كريم باتيسير، و3 المعالق ديال السكر، جوج ساشيات ديال الكاكاو. كتخلطوهم مزيان وتديروهم فوق البوطه. انا راه بقيت شاده الهضره مع البنات وعقدوا ليا بزاف فوق البوطه. كانوا البنات مناقرين بيناتهم وتلفوني على عمي، ماشي مشكل. صافي مني كيعقادوا كتزيدوا عليهم طريفات تاع الشوكولا وواحد دانيت ديال الكراميل. راه كتجي لذيذه بزاف. هنا راه عقادت ليا، راه عذبتني باش نقادها فوق الكيك، ولكن ماشي مشكل. غادا نزوقها ما عادش تبقى باينه. المهم راه كتجي لذيذه جدا، واللي شاف الفيديو اللي فات راه غيشوف كيفاش كانت بنينه بزاف، كانت مقطعه وباينه. صافي كنحاول نقادها. من بعد كانت عندي واحد شويه ديال ديك شوكولا غيش، هي باش زوقتها. وانتم زوقوا باش ما بغيتو، حكوا عليها الشوكولاط اللي بغيتو، كل واحد والفن ديالو، كل واحد يتفنن. ولكن غير جربوها وردوا ليا، فريمون تتجي لذيذه. جربت شحال من وصفه ديال هذا المول العجيب كيك بالشوكولا نيت وما صدقش ليا. ديال السيترون واحد الوصفه كانت صدقات ليا. دابا نجربها معكم شي مره. انا عارفه بزاف منكم عندهم هذا المول وما تلقاوش وصفات زوينين باش كيصدقوا ليهم. وتا نتوما لا عندكم شي وصفه جربتوها في هذا المول وصدقات لكم، شاركوها معنا، حطوها ليا في التعاليق. انا ناخذها والناس اللي كيتفرجوا حتى هما يستافدوا معنا. المهم هنايا النتيجه النهائيه. متنساوش ديروا لنا جيم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.